أستاذ حسن الشامي شايف التصرفات والإجراءات والحملات اللي تمت، بالتأكيد إجرائية أو قانونية الإجراءات ده شيء يعني هيبقى في فصل فيه، لكن من الناحية السياسية ومن الناحية الحقوقية والكلام اللي بيقال إن العملية كانت مستهدفة ومنظمة والهدف منها تكميم الأفواه في المرحلة الحالية. ده سؤال مهم جدا. طبعا انا بهنيكم بالعام الجديد وبشكر تشريف سياده المستشار معانا، والتقينا قبل كده سياده المستشار في برضه موضوعات حقوقيه. وهو موضوع انا شايف تصوري انا ورايي واقدر اثبت ده بوقائع كثيره جدا ان المجتمع المدني مستهدف منذ فتره طويله، ليس الان وليس بعد الثوره ولكن من قبل الثوره. المجتمع المدني في العالم كله هو احد اضلع او المثلث التنميه في العالم. في اي دوله في الحكومه والقطاع الخاص، وفي قاعده المثلث هي المجتمع المدني اللي بيقوم عليها التنميه. المجتمع المدني هو الذي يؤدي الادوار التي تنسحب من ادائها الحكومه، يعني اذا حدث قصور في التعليم المجتمع المدني بيخش يسد هذا القصور، اذا حدث قصور في الصحه خدمات الصحيه المجتمع المدني بيقوم بذلك، اذا حدثت اي ازمه المجتمع المدني هو الذي يغطي انسحاب الدوله من تقديم الخدمات للجمهور. المجتمع المدني اصلا نشأ في العالم كله وفي مصر على وجه الخصوص ليعبر عن همزه الوصل ما بين الافراد والاسر اللي هي بنسميها احنا الانتماءات الضيقه اللي هي الاسره والقبيله والعائله، وبين الحكومه اللي هي مؤسسات يعني راسخه ولها مسؤوليه ولها لكن الواقع بيقول ان في منظمات جاده وبتشتغل. ده مهم جدا. المجتمع المدني بيربط مخالفه وحواليها شبهات. تمام. انا مع سيادتك في كده، بس الاول لابد ان نضع الثقه اللي هي الاساس، واذا توفرت دلائل جديه على في مخالفه يبقى يتم الاحتكام الى القانون. قانون الجامعات الاهليه الاخير هو رقم 84 سنه 2002، سبقوا عده قوانين ولكن خلينا في اخر قانون. القانون في ماده بتنص على موارد الجمعيات، من اين تاتي موارد الجمعيه والمؤسسه دي تحت مظله الشؤون الاجتماعيه او التضامن او العداله الاجتماعيه، سميها ما شئت، تبع تحت وزاره حكوميه. قانون الجمعيات بينص على ان موارد الجمعيات اول حاجه الاشتراكات الاعضاء، لكن حضرتك قولي لي لو انا عندي 100 عضو وكل عضو بيدفع 100 جنيه في السنه، دي موارد مش مبالغ. فاذا وضع موارد اخرى للجمعيات، منها الهبات والتبرعات ومنها التمويل ومنها حتى المشروعات الخدميه ومنها ممكن ان انا اعمل سوق خيري او اعمل حمله تبرعات. طبعا جمع الاموال لابد ان يصدر بقرار من الوزير بحدد المبلغ اللي انا عايزه والمده اللي انا عايزها وبيصدر بيها القرار. طب وبالنسبه لتلقي الاموال؟ بالنسبه لتلقي الاموال المعايير والضوابط القانون بينص على ان لابد ان ناخد موافقه. طيب احنا معانا